بعد آلاف من كيلومترات ورحلات الهجرة الطويلة من القاهرة الجديدة للجيزة والشيخ زايد والجزء الثاني من الكوكب ده، الحمد لله الحمد لله أول إيفنت أحضره في حياتي جنب البيت. الحمد لله النهاردة جيلي بتفتتح شوروم جديدة في مدينتي مع أبو غالي. النهاردة جايين نتفرج كده نشوف الأوضاع فيها إيه. مبدئيا هم حبوا يستعرضوا عضلاتهم شويه، فجابوا الستار ري الجديده. هي لسه العربيه ما انطلقتش رسميا، يعني لسه مفيش اوفيشال لونش، لسه مساء الفل على الجامبو طبعا تحياتنا. لسه مفيش معلومات عن يعني المواصفات الرسميه للعربيه. هو في ايه مهرجان الجامبو اللي حصل ده؟ انا مش عارف ده تجمع ملاك الجامبو ولا ايه، مش عارفين. ايا كان يعني ستار ري موجوده هنا، ولكن لسه يعني ما عرفناش المواصفات الرسميه بتاعتها والاسعار والكلام ده. بس انا كنت عملت فيديو تاني كده اتفرجنا فيه على العربيه بشكل سريع. المهم خلينا مع الشوروم. هو ابو غالي فتح يعني صالتين جداد، هنا جيلي وفي جنبها صاله مالتي براند فيها كذا براند من الحاجات اللي ابو غالي بيقدمها. فتعالوا ناخد جوله كده مع عربيات جيلي اللي موجوده. مبدئيا انت بتخش هنا عندك طبعا الجومنتري سي، ده اختيار جيلي في الفئه الكهربائيه بالكامل. عربيه موجوده بفئتين، اول فئه سعرها 1,700,000 جنيه، تاني فئه 1,800,000. الفرق بينهم بس ان في سقف تو تون وبيبقى في ساوند سيستم بوث جوه، لكن غير كده هي نفس العربيه. يعني فيها موتور امامي 201 حصان وعزم 310 نيوتن متر تقريبا، بطاريه 70 كيلو وات في الساعه، رينج يعني رسمي 485 كيلو. طبعا دي السيملس دي عشان الايروداينامكس. الكول ري من جوه. المنطقه دي اتغيرت في الفيس ليفت، وده الفيس ليفت كنا سوقناه برضو من فتره على اوتو فروم. الفوتين من ده جديد برضو. يعني واحده من ارخص العربيات الكهرباء اللي بتقدم رسميا دلوقتي في مصر. كده عندك هنا الكول ري الجديده الفيس ليفت، طبعا حصل فيها تغيير شامل. احنا كنا شفنا العربيه دي من فتره في بدايه السنه دي، قدمت رسميا. عربيه فيها موتور جديد 1500 توربو، قوته زادت شويه بقى 174 حصان، عزم تقريبا 290 نيوتن متر كده. في 7 سرعات دبل كلاتش. اسعار بتبدا رسميا من 1,210,000، بعد كده 1,290,000، بعد كده 1,435,000 وصولا ل 1,500,000 في اعلى فئه. الفئه دي اللي هي السبورت تقريبا، دي سعرها 1,435,000. ممكن ناخد برضو لفه من جوه كده العربيه مفتوحه. لذيذة هي من جوه. الكول ري الجديدة فيها فيس شيفت باي واير. الصيني اتطور جامد يا جماعة. كراسي فرش جلد مع اكسنتس حمرا وبانوراما. دي الفئة اللي قبل الأخيرة تقريبا. في بقى عند جيلي عربية الحقيقة عاملة شغل كويس اليومين دول، لأنها جت في وقت حرج شوية. هي العربية دي الجي اكس 3 برو، ودي أرخص عربية بيقدموها دلوقتي. جايب فيها واحدة سعرها 860,000 جنيه، فيها موتور 1500 سحب طبيعي من الهواء، 103 حصان، عزم 140 نيوتن متر، مع فتيس اوتوماتيك سي في تي، اكسلريشن من 0 ل 100 في 12 ثانية تقريبا. لكن اختيار اقتصادي مش وحش، فيها كيلس انتري، والعربية الاوبشنز اللي فيها من جوه مش وحشة خالص. فيها فرش جلد
مع ستيتشنج احمر، خياطة حمراء على الدركسيون كمان. كواليتي كمان مش يعني مش وحش، هو هنا هارد بلاستيك، ولكن يعني المنظر العام ما يحسسكش بالحزن يعني. هناك دي بقى دي اكبر عربيه بيقدموها دلوقتي، الاوكافانجو. ودي عربيه ميد سايز اس يو في، فيها 7 كراسي، سعرها 1,600,000 وحاجه اعتقد. ايوه 1,670,000. فيها موتور 1500 مع منظومة هجينة خفيفة مايلد هايبريد. قوتها الإجمالية 190 حصان تقريبا، مش متأكد من الفتيس اللي فيها الحقيقة، ممكن نشوفها برضه. فتيس طوب هنا ولا طوب اوتوماتيك، متأكد منه بعدين، بس أعتقد إن هو برضه دبل كلاتش. هي الأوكافانجو يمكن مش واخدة أحدث ديزاين لانجوج أو أحدث لغة تصميمية لجيلي يعني، لكن ستيل برضو يعني ما نقدرش نقول إن التصميم قديم أوي. بس طبعا يعني في الفئة دي في كذا اختيار تاني، هتلاقي الديزاين بتاعهم أحدث شوية من الأوكافانجو. دي لفة سريعة كده في شوروم جيلي الجديدة في مدينتي. هو شوروم بس، أعتقد مفيش مركز صيانة أو حاجة، ولكن أبو غالي برضو بيحتفل النهاردة إن هو بقى شريك النقل الرسمي لمدينتي، فدي حاجة كويسة. وأعتقد كمان هيبقى متاح من هنا تأجير العربيات مع سيكس، لأنها برضو سيكس من الشركات اللي مع أبو غالي. تابعوني دايما، خليكم معانا، شدوا حيلكم كده وخليكم في ظهرنا، عشان ايه؟ عايزين نقوم الدنيا. كان معكم اخوكم السويق احمد خالد من داخل احدث صالات جيلي في مصر، فلتصحبكم السلام.